وكنا اليوم صدر واحد اللقاء تقني مع أحد المكاتب المعتمدة فيما يخص التقنيات الرقمية للمجال الفلاحي، وكان همنا اليوم هو مناقشة هذه التطبيقات الرقمية على مستوى قطاع الحوامض من خلال تقديم واحد العروض وواحد النماذج ديال التطبيقات والتقنيات الحديثة التي وجب أن تنخرط أو يساهم الفلاحون في إدماجها في إطار المنظومة اليومية لمعالجة الضيعات الفلاحية، خصوصا على مستوى المعالجة بالرش يعني بالطائرات بدون طيار، كذلك على مستوى تقديرات الإنتاج، وكذلك على مستوى السقي. كلها كانت محاولة، هي محطة أخرى جديدة تنظير حوض المغرب كما سبق لها الانضباط سابقا منها، لأن الآن لابد وأن ننخرط في هذا المجال ديال التقنيات الرقمية الجديدة بالمجال الفلاحي. اليوم كان واحد اللقاء تواصلي ما بين جمعية الأسبان ومنتجي الحوامض مع شركة السويد على حساب كل ما هو تكنولوجيا جديدة في ميدان الفلاحة. كان واحد اللقاء كان مزيان، كان حضور ديال الفلاحة ديال التقنيين والمهندسين، وكان واحد النقاش حاد لأنه التقنيات تبقى جديدة بالنسبة للميدان، باقي الناس ما وقفوا عليها، دونك كانت أسئلة كثيرة وكان واحد النقاش حاد على كيفاش ممكن نستعملوهم في الميدان الفلاحي خاصة في ميدان الحوامض ديالنا. دونك كان واحد الإجماع ديال الأغلبية ديال الحاضرين بأنه التقنيات لا بد منها في المستقبل، كتعاون الفلاح بزاف نظرا للتحديات جايه الفلاح من الاقتصاد ديال لوكو ديال لا برودكسيون، حمايه البيئه، حمايه العمال. الالات تحاول مثلا الات الرش تحاول تعوض العمال. السلام عليكم، حمزه أرخا مؤسس شركه السويد. اليوم قمنا بواحد العرض ديال التكنولوجيات والوسائل اللي كتمكن الفلاح باش يحسن المردوديه ديالو، وايضا تخفيض التكلفه واستعمال المياه. التكنولوجيات باستعمال طائرات بدون طيار، استعمال ادوات قياس الرطوبه، تقدير الانتاجيه. والحمد لله شكرا لجمعيه منتجي الحوامض اللي اليوم كان عندنا معهم حوار منتج حول خاصه تقدير الانتاجيه وتقدير الكاليبر، وايضا حول استعمال الطائرات بدون طيار لرش المبيدات. كانت هذه الندوه خاصه بالمسائل التقنيه، والحوار اللي كان بيناتنا مكننا بتحديث هذه المفاهيم واستعمال هذه التكنولوجيات على صفه عامه في منطقه سوس، ولكن على صفه عامه في الوطن. شكرا. يعني كي كتشوفوا انتم ان شاء الله مستقبل واش غيكون شي اقبال على هذه الاليات؟ والحقيقه هو الاقبال كاين، زعما راه حنا دابا راه شحال د الاليات خدامين وما نقدوش كاع كيجينا طلب، ما كنقدوش كاع نوفروا كل الطلب اللي كاين. وهذا الاقبال هو مرتبط بجوج ديال العوامل. العامل الاول هو الفعاليه تاع استعمال الطائرات بدون طيار، سرعه العمليه، ومن هذه الناحيه ايضا استعمال المبيدات بطريقه دقيقه، وهذا كينخفض التكلفه. العامل الثاني اللي مهم بزاف هو بان استعمال الطائرات بدون طيار كيمكن الفلاح باش تكون عنده واحد السرعه باش يدخل في نهار ولا يومين ويخدم الضيعه كلها، وهذا العامل مهم بزاف. واليوم كاين ضغط على الفلاح باش يحسن الجوده نتاع الحوامض ديالو، وحنا هنا موجودين راه الاشاره باش نساعدوه في هذا المهم. هو راسيتي صفحة متجددة على مدار الساعة.